مدافع واستغل الفرص اللي جاته من الكورنرات. مايد، ميمي قاعد يقدم جهود كبيره حقيقه مع نادي السيليو، كانه يرد على ناديه تحيل. انتم استغنيتوا عني، ما بغيتوني، انا اراويكم. هو قدم هذه طموح لاعب، قدم وجه اخر من الموسم الماضي مع فريق تحيل، والان مع السيليو فعلا مغاير من تحيل الى السيليو. الان يقدم الافضل. هذا ميمي اللي نعرفه مع منتخب العراق، واعتقد هو وصل راح السيليه. راح السيليه في المكان الصح والوقت الصح، وجاء في تحيل في الوقت الغير صحيح له. ايوه، كان تحيل يمر في مرحله يعني فيه تحولات فنيه اداريه وتدريب ومدربين ولاعبين، جاهم في فتره يعني ما سعفت انه يظهر بامكانيات. هذا ميمي اللي نعرفه، اللاعب المقاتل. الان اعتقد مسجل 6 اهداف اليوم، اليوم بهدف 6 اهداف يتساوى مع كازورلا ونبيل. اليوم هو وكلود امين صراحه يعني مستواهم عبد الله طالب. عبد الله الشيباني في فتره من الفترات انتقد ميمي في دورينا، وانه ليش يجي تحيل. اليوم لا خالد، انت اذا بتقول ترى الناس يسمعون. بس هو ما حد يعني عبد الله الموسم الماضي ترى من فضل ابو محمد ما كان قدم ميمي اللي نعرفه، اللاعب اللي ما اخذ وضع الصح في نادي تحيل. لا بس يا ابو طالب، لحظه خالد يقول انتقده في دورينا، انا بقول انه ما انتقدته في دورينا. احنا الكلام اللي صار الكلام هذا في البطوله الاسيويه، ولكن احنا تكلمنا حتى من جية ميمي لنادي الدحيل، وشفنا مشاركاته مع نادي الدحيل. ما حد كان راضي عن المشاركات اللي يشاركها، لأن حتى في بعض المباريات شفنا المدرب يدخله في آخر 3 دقائق و5 دقائق، وهذا يعني ما يجوز أن مثل لاعب يعني بقيمة ميمي في المنتخب العراقي ولا في العراق أن يعني ينزل في مثل هذه الأوقات. والكل قال أن على اللاعب يعني مهند أنه يبدل النادي، وفعلا راح تجربه برا، والآن رجع مع فريق يستطيع من خلاله يعني حتى يعني أداء الفريق يساعد أداء مهند، لأن السيلية يلعب منظومة خلينا نقول دفاعية، وعندهم لاعبين في الارتداد جيدين، وواحد منهم مهند. فنتمنى له التوفيق، واللي نشوفه في الموسم هذا يعني ما شاء الله يعني ظهر بصورة جيدة، ونتمنى له التوفيق هو وباقي اللاعبين.